نتابع ونعرف بأسماء اللاعبين وتشكيلة الفريقين. كتيبة المدرب أحمد عبد الجبار، بالحراسة علي خالد، لوكاس دا سيلفا، محمد أوتارا واسمايلو أوتارا، حسين نعيم، سجاد خليل، روبن إكوا، وأحمد عايد، حسين جاسم، حسنين أموتو، ونهاد محمد. هي تشكيلة الكهرباء، بينما انتقال لتشكيلة المدرب رشيد جابر، المدرب العماني مدرب القوة الجوية، بالحراسة محمد الصالح وأديميلسون نوف، إيدر مقدم، مجتبى محسن، مهند أبو طه، دانيال جوبولا. الله، لكن هنا الحارث حاتم في المقدمة، ولن نذكر حتى الآن اسم الحارث، يفاجئنا بالهدف. بدأنا بعد أسماء لاعبي القوة الجوية، والهدف المبكر من الحارث حاتم يفتتح التسجيل بأولى دقائق المباراة، ويقرأ سورة الفاتحة ترحما لروح شقيقة رحمة الله عليه. يأتي بالهدف الأول. شاهد هنا المرور من محمد سامي، تقدم وأعطى هذه الكرة إلى الحارث حاتم ليعلن عن أول أهداف المباراة. الهدف المبكر في الدقائق الأولى، في الدقيقة الثانية، من الحارث حاتم يفتتح التسجيل لصقور القوة الجوية. نعم، يعلن عن احتفاله بهذه الطريقة، ويتلقى قبلات الحب والاحترام والثناء لهذا اللاعب بكل هدف بات يسجله للقوة الجوية. يقف شامخا ويستذكر أخيه الراحل ويترحم لأجله بقراءة الفاتحة، بل افتتح التسجيل وسجل أول أهداف المباراة، ويعلن عن هدفه الشخصي السادس مع نادي القوة الجوية، هو بعدما سجل في شباك الكرخ وزاخو والمينا وديالا والقاسم في المباراة الأخيرة الآن. وقد أعلن عن أول أهداف المباراة بالهدف المبكر للاعب الحارث حاتم. كنا نعرف على أسماء اللاعبين في هذه الإعادة للتأكد من شرعية الهدف الأول. هل يكون هناك قرار أم القرار احتسب بتسجيل الهدف الأول، أم سيعود حكم المباراة للفار ليتأكد؟ هنا اللقطة، هنا تمريرة محمد سامي، وهناك من يأتي من الخلف القصير الخطير الحارث حاتم ليعلن عن أول أهداف المباراة لنادي القوة الجوية بهدف لصقور القوة الجوية. نعم، يذهب الحكم ليتأكد من شرعية الهدف واستدعاء الكابتن. نعم، هناك علاء سلام قال احتمال وجود خطأ يا كابتن أحمد كاظم، تعال وتأكد بنفسك. نظرات للحارث حاتم، هل هناك دفع كان من اللاعب محمد سامي باللقطة الماضية؟ نشاهد بعد هذه اللقطة مع اللاعب محمد أوتارا البوركيني بهذه اللقطة. نتابع هل كان هناك تدخل بالفعل، دفع على مستوى الظهر للاعب، أم هناك تشابكت الأقدام باللقطة الماضية؟ هل خطأ على اللاعب محمد سامي ويلغى هدف اللاعب الحارث حاتم، الهدف نعم الذي كان في الدقيقة الثانية؟ هل يلغى بسبب هذا التدخل بعد أن عاد الحكم للفار، أم يستمر القرار باحتساب الهدف الأول لنادي القوة الجوية بعد أن تابع اللقطة وذهب ليتأكد بنفسه الدكتور أحمد كاظم؟ نعم، أعيدت اللقطة الماضية، وماذا سيكون القرار بعد أن عاد للفار وكذلك ألغي هدف القوة الجوية بعد العودة للفار؟ ولن يحسم القرار. شاهد هذه الإعادة بعد هذا التدخل من محمد سامي، هو عاد على هذه اللقطة وأكد حكام الفار بأن هنالك خطأ وبأن هنالك لابد أن يكون قرار. لكن بعد العودة للفار باللقطة الماضية، هذه الكرة بعد أن وصلت هنا التقدم بالرأس، لكن لا زالت مستمرة، لا زلنا نتابع حتى الآن. هذه الكرة وصلت هناك صافرة، والخطأ باللقطة الماضية. نشاهد والعودة هناك وسط ملعب المباراة. كنا نتحدث بالفعل عن تشكيلة القوة الجوية. وصلنا للمدافع إيدر مقدم، ومجتبى محسن، مهند أبو طه، دانيال جيبولا، لكن سبقنا الحارث وسجل الهدف الذي ألغي
بينما بخط الوسط سعد عبد الأمير، محمد سامي والحارث حاتم وعصام الصبحي العماني، وكذلك الوافد الجديد عيد الرشيدي لاعب المنتخب الكويتي، وكأول محترف في دورينا لاعب كويتي هذا الموسم. نتابع ونشاهد. إذا الكرة الثابتة الآن لمصلحة نادي الكهرباء، وصلت وائل معاد بعد أن غادرت هذه الكرة لتعود مجددا. ألغي ذلك الهدف وخروج فيها الحارس محمد صالح. هذه تصل بالمقدمة وللأمام. الحارس حاتم يحاول مجددا. فرحة لن تكتمل لهذا اللاعب، بل لازلنا نشاهد ونتابع أحبتي. رمض الدقائق، لا شيء للكهرباء ولا شيء للقوة الجوية. نعم الكرة بأقدام الحارس. هناك عند علي خالد الذي لعب للقاسم، وكذلك الصناعة والقوة الجوية، ويعود للكهرباء. ملعوبة الكرة طويلة للأمام في ختام الجولة الخامسة عشر من منافسات دوري نجوم العراق. الكهرباء نعم التي تريد أن تنور أجواء المباراة بعد أن طفيت أو انطفت بعدة جولات الماضية. هذه الكرة التي وصلت هنا في المقدمة بمنتصف ملعب المباراة. الفريق الذي يريد أن يصحح المسار، لكن هنا بهذا التقدم بمنتصف ملعب المباراة تصل إلى سعد عبد الأمير. من سعد عبد الأمير البحث عن المساندة، لكن نقله هناك باتجاه محمد سامي، والتقدم لا زال وبمحاولة عند الوافد الجديد عيد الرشيدي. حاول عيد الكويتي باللقطة الماضية، انطلقت الكرة وللأمام عند الحارس علي خالد. من علي خالد باللقطة الماضية. هذا نهاية محمد تراجع للخلف، وكرة بالراس تتخلص حتى وصلت إلى اللاعب دوف. هذا أديميلسون. دوف عادت إلى مهند أبو طه الأردني، سبق وأن لعب لنادي الكرخ في دورينا، وكذلك لعب لنادي العروبة والوحدات الأردني، ثم عاد ليمثل القوة الجوية، يرتدي القميص الأزرق. وهذا الموزمبيق اللاعب أديميلسون دوف يعيد الكرة لمحمد صالح. من محمد إلى دوف مرة أخرى. هناك بتمريرة دانيال جيبولا يلعب النيجيري، لعب للقادسية الكويتي والسيب العماني، وتعود الكرة بوسط ملعب المباراة بنقله إلى دوف. هذه ميلسون. دوف هنا توجيهات المدرب أحمد عبد الجبار الألماني بتوجيهاته لنادي الكهرباء، سبق وأن درب نادي الكرخ. لكن أحمد عايد يتقدم من أحمد. هنا نهاد حاول، ولكن الإبعاد يأتي، تتخلص من محمد صالح وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. خلص محمد. الكرة أبعدت، نظرات للمدرب رشيد جابر المدرب العماني. نعم استقطب العديد من الأسماء، ولكن اليوم كذلك عنده عدة غيابات. غياب اللاعب هيثم الجويني، مصطفى وليد، علي أكبر، طاهر. والتقدم عصام الصبحي، يحاول عصام من عصام وللأمام هناك باتجاه عيد، لكن وين؟ للبعيد يا عصام، للبعيد يا عصام، ولن تصل إلى عيد. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة. كرة اللاعب عصام الصبحي بعد هذا التقدم ونقلة اللاعب محمد سامي، لكن هذه الإعادة للكرة التي مضت وغادرت أرضية ملعب المباراة حتى هذه اللحظات. ولا زلنا نتابع التعادل مستمر سلبا ما بين الفريقين. لا شيء لنادي القوة الجوية ولا شيء لنادي الكهرباء، بل وصلت طويلة من علي خالد بنقلة بالراس تتخلص. والتقدم من أحمد عايد، يتقدم بهذا المرور وبنقلة سريعة. هنا الوصول عند اللاعب أموتو، ولكن هناك بعد التدخل باللقطة الماضية تأثيراية المساعد أحمد صباح، المساعد الدولي أحمد صباح قاسم باللقطة الماضية. كذلك هناك عدة غيابات في صفوف نادي الكهرباء، غياب اللاعب خضر علي، اسماعيل كوكو، وسانتوس لوكاس المهاجم لنادي الكهرباء. بينما الاشتراك بالكرة الماضية ما بين اللاعب إيدر مقدم الجزائري
إيدر مقدم الجزائري لاعب شبيبة القبائل وانتقل لصفوف القوة الجوية، يعلن عن التحدي الجديد هذا الموسم مع صقور الكرة العراقية. بل وصلت هناك عند المدافع ادي ميلسون دوف، من دوف لمقدم أدير مقدم، أدير من أدير مقدم، وبعد الاشتراك مع اللاعب عصام الصبحي والتدخل باللقطة الماضية خطأ لمصلحة عصام، ثابت الآن لمصلحة القوة الجوية. نتابع أحبتي نشاهد من يبدأ التسجيل، فعلها ووصل لشباك نادي القوة الجوية عن طريق الحارث حاتم، ولكن بسبب ذلك التدخل من محمد سامي ألغي الهدف. فليفعلها مرة أخرى محمد سامي ويهدي الكرة إلى زملاء من أجل أن يتقدموا أم الكهرباء التي تحاول من خلال هذه المباراة أن ترفع فولتية الأداء، لكن وصلت الكرة وبهذا التقدم للأمام هناك إلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة بعد أن عادت عند اللاعب أدير، من أتير مقدم لمحمد صالح، محمد عند اللاعب دانيال جيبولا النيجيري، أدي ميلسون دوف، تعود مرة أخرى دانيال جيبولا في منتصف ملعب المباراة. هناك تمريرة في الجهة اليمنى عادت لدانيال مرة أخرى، تراجع وانتشار واضح لدفاعات الكهرباء، بينما هنا من يتقدم الآن بهذا المرور بهذا العبور مهند أبو طه. تتهيأ الأمور، عيد الرشيدي، عيد عيد عيد، الله 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 الله. هذه الحلوى العمانية، حلوة الزفاف العمانية من عمان إلى القوة الجوية بأقدام العريس عصام الصبحي عريس القوة الجوية. لا زال بشهر العسل، نعم، ليتذوق عسل التقدم وعسل الانتصارات هنا للقوة الجوية. هذا الذي دخل القفص الذهبي منذ أيام ويعلن الآن عن أول أهداف المباراة. عريس القوة الجوية وصل، تقدم، نعم، بعد لمسة من عيد عيد الرشيدي يشارك ويصنع الهدف الأول إلى عريس القوة الجوية. هنا الحلوة العمانية، حلوة الزفاف لهذا اللاعب يزف البشرى لجماهير القوة الجوية الغائبة عن المدرجات بسبب العقوبة، ولكن هنا من يسعد جماهير القوة الجوية بهدف أول من عصام الصبحي بأول أهداف المباراة يسجل عن طريق العماني. عصام الصبحي يعلن عن أول أهداف المباراة، هدف أول لنادي القوة الجوية. نشاهد أن نقول الهدف الثاني لعصام هذا الموسم، هو سجل في شباك الشرطة. نتابع نشاهد للتأكد من شرعية الهدف بعد تسديدة عيد الرشيدي. الكويتي سدد ومن ثم عادت وأهدى الكرة إلى عصام، قال له هاك يا عصام، أنت العريس وأنت من لا زال في شهر العسل، ولا بد أن تستمر الأفراح لنادي القوة الجوية. عن نعم لمسة اللاعب الجديد، لاعب المنتخب الكويتي، من الأزرق الكويتي إلى الأزرق القوة الجوية. كلام هناك من الكابتن علاء سلام بغرفة الفار، وكذلك الكابتن وليد. حديث مع حكم المباراة الدكتور أحمد كاظم، دكتوراه تربية رياضية من العاصمة بغداد، يقود هذه المباراة خلال هذه المواجهة ما بين الكهرباء والقوة الجوية، والانتظار للتأكد من شرعية الهدف. حتى هذه اللحظات هل كان هناك فيها تدخل أم هناك أمور أخرى؟ شاهد هذه الإعادة من الخلف، عيد سدد بقوة بهذه الطريقة ومن ثم عادت بعد التصدي من علي خالد. هل كان عصام متسلل أم لا؟ ننتظر. كان القرار
من المساعد بأن عصام لن يكون متسللا باللقطة الماضية بعد ما تصدى لها الحارس وعادت إلى عصام. أكمل عليها عصام وأدخل الكرة وأعلن عن الهدف الأول. بالفعل شرعية الهدف الأول، عصام لم يكن متسللا بلقطة الهدف، وتبقى بهدف واحد للقوة الجوية بتقدم نادي القوة الجوية عن طريق اللاعب عصام الصبحي الذي سجل أول أهداف المباراة. إذن عصام أعلن عن هدفه الثاني هذا الموسم. هذه عدت هناك بنقلة. نتابع ونشاهد الأمام. وصلت بهذه الكرة وبهذه المقدمة واحد لصقور القوة الجوية، لا شيء للكهرباء حتى الآن. الكهرباء الفريق الذي يسعى لأن يصحح المسار، ولكن أحيانا الأمور لا تحصل ولا تأتي كما خططت لها. ممكن أن تتغير، وكل ما خططت له لم يكن بالحسبان، تتغير بلحظة وأخرى. هنا من يسعى من أجل التقدم بالمراكز بسلم الترتيب، وهنا من يريد أن يصحح المسار وكذلك ليقفز بسلم الترتيب ويبتعد عن المراكز الأخيرة أو المتأخرة بترتيب دوري نجوم العراق حتى الجولة الخامسة عشر. لطالما أصبح يعاني نادي الكهرباء من النتائج السلبية، سواء تعادل أو خسر، فهو يسعى للانتصار، يسعى من أجل أن يحقق النقاط الثلاثة، وكما يسعى لأجلها نادي القوة الجوية، هذا الفريق الذي يريد أن ينافس. كذلك خلال المواسم التي مضت القوة الجوية كان من أشد المنافسين بعد ألقاب الشرطة الثلاثة التي حققها في المواسم الماضية حتى وصولا للقب الرابع. اللقب الرابع كان من ينافس الشرطة الزوراء في ذلك الموسم، وبينما القوة الجوية في 3 مواسم متتالية كان هو الوصيف. عدت الكرة وللأمام باستثناء الموسم الأخير موسم 24-25 كان من ينافس الشرطة على اللقب نادي الزوراء حتى الجولات الأخيرة، وبينما آخر لقب كان لنادي القوة الجوية هو في موسم 2021. اليوم يسعى من خلال هذا الموسم أن يعود نعم إلى منصات التتويج حتى يسعد جماهيره. لدي أسماء رائعة والدوري لا زال طويل، لن نلعب إلا 15 جولة فقط، وممكن في الجولات القادمة القوة الجوية نرى من يتصدر الترتيب، بينما اليوم نرى بعد فوز نادي القرمة هو من يعتلي صدارة الترتيب ليصبح أربيل في المركز الثاني. وكما ذكرت اليوم أحبتي أيضا مباراة الزوراء التي لعبت بنفس التوقيت انطلقت أمام تروك، وهنا مباراة نادي الكهرباء أمام القوة الجوية في مباراتي الختام لهذه الجولة. وسنذكر بعد هذه الكرة بنتائج الجولة الخامسة عشر من منافسات دورينا حتى اليوم. وصلت الكرة إلى خارج أرضية في ملعب المباراة إلى قيم هذه الجولة. عدت هنا أحمد عايد يتقدم من أجل الوصول. أحمد يحاول المرور من أحمد والإبعاد، يأتي كرة تتخلص إلى خارج أرضية ملعب المباراة. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة. بانطلاق هذه الجولة الغراف تغلب على أمانة بغداد ب3 أهداف مقابل هدفين. هنا تأتي العرضية، وهنا العرضية الله بالعارضة حتى عادت مرة أخرى. نقلة بعد تلك العرضية والتصويبة والعارضة تمنع الكهرباء من الوصول وتسجيل هدف التعادل. عادت من محمد وتارة بنقلة سريعة وإلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية ملعب المباراة. طلبة تعادل أمام ديالى بهدف لمثلم. الكرخ تعادل أمام أربيل بنفس النتيجة بهدف. زاخو الذي تغلب على نادي النجف بهدفين لهدف، والقرمة الذي تغلب على نوروز بهدف مقابل لا شيء. الشرطة تغلب على نفق ميسان بهدفين مقابل هدف وحيد، والموصل تغلب على القاسم ب3 أهداف مقابل هدفين، بينما الميناء تعادل امام النفط سلبا من دون اهداف. وهنا تقدم القوة الجوية بهدف دون رد. نتابع ونشاهد احبتي. وصلت الكرة بالتقدم بعد تلك الرأسية التي وصلت وبتلك التسديدة التي ارتدمت بالعارضة كرة اللاعب أوستين أموتو اللاعب النيجيري الذي لعب للطلبة بعد تلك الكرة. وبهذه المحاولة تستمر من جديد، ولعب ايضا لنادي الغراف وجاء للكهرباء من الغراف
محاولة التقدم. هذا مجتبى محسن القادم من نادي القاسم. في الموسم الماضي لعب لنادي القاسم كرة بوسط الملعب حتى عادت مجددا. هناك انتشار واضح بنقلة سريعة تصل إلى حسين نعيم، من حسين إلى اللاعب محمد أوتارا. سوميلا لأوتارا والتقدم عصام للأمام لعيد، انقطعت وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. مصافحة ما بين عصام وعيد الرشيدي. هذا لعب للمنتخب العماني والآخر لعب للمنتخب الكويتي، ولا زالوا يمثلون منتخبات بلدانهم. تصل الكرة الآن عند اللاعب الخبرة سعد عبد الأمير، من سعد عبد الأمير عند اللاعب جيبولا. عادت مرة أخرى هذه كرة للاعب أوتارا، تصل مجددا هناك من هادي ميلسون. عادت إلى محمد صالح، محمد بوسط ملعب المباراة. إيدر مقدم، نقلة من مقدم إلى مجتبى، تعود مجددا. هنا نقلة سريعة تصل مرة أخرى هادي ميلسون. دوف هذه مرة الكرة لمهند أبو طه. مهند أبو طه عند الأردني، أيضا لاعب المنتخب الأردني النشمي مهند أبو طه. بعد الكرة التي عادت هادي ميلسون، دوف يعيد الكرة من هادي ميلسون. نقلة سريعة من محمد صالح للأمام، كرة بهذا الانتشار ارتقاء وكرة بالراس من أحمد عايد. تصل يا أحمد عايد بنقلة سريعة حسين جاسم، من حسين جاسم لعب لسامراء والطلبة. وعادت أوتارا إلى الحارس علي خالد يحاول علي وعصام قريب، بينما الكرة تلعب هناك باتجاه اللاعب سوميلا. أوتارا انقطعت والكرة بمنتصف في ملعب المباراة. دانيال جيبولا الحارث حاتم، ولكن هنا بهذا الارتقاء تتخلص روبن، بل مضت الكرة بوسط ملعب المباراة أحمد، وتعود مجددا عند مهند لسعد عبد الأمير. نقلة سريعة من سعد عبد الأمير، تعود هناك عند كابتن الفريق سجاد خليل كابتن الفريق. عادت بمنتصف الملعب، وهنا التقدم المرور من أحمد بهذه السرعة إلى اللاعب نهاد محمد يحاول التقدم ومجتبى بالملاصقة الفردية. أبعد الكرة من نهاد إلى خارج أرضية ملعب المباراة. أبعدت هذه الكرة وغادرت أرضية ملعب المباراة. لا زلنا نتابع، لا زلنا نشاهد أحبتي. تهدر الكرات، محاولات مستمرة، ولا زالت المباراة بهذا التقدم بهدف مقابل لا شيء. أحمد عايد يباغت وكرة بالراس، عدت وصلت والإبعاد يأتي، تتخلص هادي ميلسون. خطورة لا زالت مستمرة للكهرباء بالراس، ولكن انقطعت من الكهرباء إلى خارج أرضية ملعب المباراة. هذا هو حسين نعيم، حسين على التنفيذ، حسين نعيم داخل منطقة الجزاء والكرة أبعدت. أوستين أموتو بتوجيهات لزملائه. اللاعب أوستين أموتو النيجيري بعد الارتقاء بالكرة الماضية. لا زلنا نتابع أحبتي متابعي ومشاهدي هذا اللقاء. واحد القوة الجوية، لا شيء للكهرباء، بل وصلت الآن وبهذا التقدم بمنتصف ملعب المباراة. روبن إكوا من روبن، تقدم بالكرة روبن إلى هناك، تنقطع الكرة من اللاعب حسين جاسم، وبعد التدخل بالكرة الماضية لوكاس دا سيلفا، هذا البرازيلي الذي مثل زاخو والكرخ. نعم، والاشتراك بالكرة الماضية ما بين سعد عبد الأمير وحسين جاسم بهذه اللقطة، بهذا الاشتراك، بهذا التدخل. كان الخطأ على اللاعب سعد عبد الأمير باللقطة الماضية. متابع ثابتة من مكان بعيد لمصلحة الكهرباء التي تريد أن تعيد أنوارها من خلال مجريات هذه المباراة هنا بملعب الراحل شرار حيدر. نتابع ثابتة تنفذ من مكان بعيد وإلى خارج أرضية الملعب، وأيضا بعيدة، تسديدة قوية لكن بعيدة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. شاهد هذه الإعادة للقطة الهدف وبعد رسم خط الأوف سايد.
لم يكن اللاعب عصام الصبحي متسللا بهذه اللقطة. بعد تمريرة مهند أبو طه إلى عيد الرشيدي، سدد عيد الرشيدي، كاد أن يعلن عن أول أهدافه بلمساته الأولى مع نادي القوة الجوية، لكن بعد أن تصدى لها الحارس علي خالد وصلت إلى عصام الصبحي، وعصام لم يكذب خبر عريس القوة الجوية، جف البشرى وأتى بحلوة الزفاف العمانية إلى جماهير القوة الجوية بهدف أول. مبارك لهذا اللاعب دخول القفص الذهبي، متمنين له الذرية الصالحة إن شاء الله والحياة يا رب. نتابع الآن محمد صالح بنقلة طويلة من الحارس محمد صالح، كرة بالراس تتخلص وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. غادرت أرضية ملعب المباراة القوة الجوية هذا الموسم، لعب 14 مباراة، فاز ب8 وتعادل ب4، خسر مباراتين فقط من زاخو وتهوك من الأندية الشمالية، خسر من زاخو 2-1 ومن تهوك 2-0. هذه تصل الآن وبهذا التقدم عند الحارث حاتم، يتقدم الحارث حاتم، محاولة الوصول وكرة بمنتصف ملعب المباراة. دانيال جيبولا عادت عند اللاعب إيدار، مقدم، تترك الكرة عند اللاعب دانيال جيبولا، ولا زالت هناك عند الجزائري إيدار مقدم، عادت مرة أخرى للخلف للحارس محمد صالح. هذه من صندوف من دوف، وصلت إلى مجتبى محسن يتقدم نظرا للأمام من مجتبى، أمامية باتجاه عيد إلى خارج أرضية ملعب المباراة. نعم عيد اللاعب الذي جاء من بعيد، نعم من الكويت، ويريد أن يحقق كل أمنياته وأحلامه، وكل مباراة وكل يوم لابد أن يكون عيد لعيد، وأن يكون عيد سعيد لهذا اللاعب الذي أبدع الرغبة بتمثيل القوى الجوية، وقال لي الفخر بأن أكون ممثلا لأحد أعرق أندية الدوري العراقي، ولكون هذا النادي الذي يمتلك نعم في خزائن عدة بطولات آسيوية ومحلية هنا عدت بهذا التقدم. أكيد فخر عندما تمثل أنديتنا الكبيرة، وعندما يكون حضور بهكذا أسماء كبيرة مثلت المنتخبات العربية، منهم من مثل منتخب الأردن، منهم من مثل المنتخب العماني والمنتخب الكويتي، هنا متواجدين هذا عدا اللاعبين الأفارقة والجزائري وبقية المحترفين المتواجدين بصفوف القوة الجوية، كذلك اليمني حمزة الريمي المتواجد في دكة البدلاء ومينو عمر. لكن تصل الكرة الآن بمقدم، هناك تمريرة انقطعت مرة أخرى، تصل وأبعدت من جديد، هنا بكرة مباغتة انقطعت، ولكن هناك تتخلص حسين جاسم، عدى بالكرة إلى الكهرباء، روبن إكوالي أوستين أموتو، من أموتو أحمد عايد، يتقدم أحمد عايد بنقلة عرضية رأسية، مرت يا نهاد، عدت يا نهاد وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. يا نهاد محمد، كرة طالت وغادرت أرضية ملعب المباراة. يا نهاد شاهد بعد المحاولة والعرضية من أحمد عايد، تمركز نهاد محمد بمكان جميل، ولكن الرأسية التي غادرت أرضية ملعب المباراة كادت أن تسكن الشباك، ولكنها مرت بجوار القائم لقطة الماضية. هذه تلعب طويلة بالمقدمة، كرة بالراس تتخلص حتى عادت مجددا. روبن أكوا من روبن، هذا اللاعب الغاني أيضا لعب في دورينا، مثلت هوك والصناعة، نظرات باستغراب للكابتن أحمد عبد الجبار وهو يتمعن نعم بأجواء المباراة ويخطط ماذا سيرسم للشوط الثاني وتشخيص الأخطاء التي تحدث في المباراة من أجل العودة وتسجيل هدف يعدل نتيجة المباراة، يتساوى بالأداء، يتساوى بالنتيجة، يتساوى بكل شيء. لكن هنا من يرفض، هنا القوة الجوية من مجتبى، لكن بعيدة وين
وين هذه يا مجتبى؟ وين؟ إلى خارج أرضية الملعب يا مجتبى. طالت وغادرت أرضية ملعب المباراة، ذهبت بعيدا. نشاهد، نتابع. أحبت التقدم بهدف دون رد حتى الآن، 1 لصقور القوة الجوية، لا شيء للكتيبة البرتغالية، لكتيبة الكهرباء. يلا عند اللاعب الحارث حاتم محاولة بنقله، تصل مرة أخرى محمد سامي. محمد سامي محاصر ما بين محمد سامي والكرة من اللاعب روبن، لكن هنا تنقطع وخطأ كان من اللاعب سومايلا أوتارا البوركيني، هذا سبق وأن لعب لنادي الحدود وانتقل للكهرباء. سومايلا أوتارا تدخل مع اللاعب محمد سامي باللقطة الماضية، وصافرة حكم المباراة تشير إلى خط هنا بمكان خطير. تترك الكرة إلى مهند أبو طه، أم من سينفذ هذه الكرة الثابتة؟ ثنائي ما بين محمد سامي ومهند. مهند أبو طه، النشمي ومحمد سامي، النشمي ومحمد سامي، محمد سامي، والكرة تترك إلى مهند أبو طه. تلعب بهذه الطريقة والإبعاد يأتي تتخلص هنا دانيال، من دانيال لجيبولا، تعود عند مجتبى مرة أخرى إلى دانيال. جيبولا هنا بنقلة وصلت بالراس بعيدت، ومحاولة من أحمد عايد بوسط الملعب. روبن 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 لف وتار بهذه الكرة من روبن، نقلة سريعة وصلت إلى أحمد، لكن دانيال احترز الطريق والكرة أبعدت إلى الأمام، وتأتي صافرة حكم المباراة على ما يبدو فيها بطاقة صفراء بعد الاحتراز بالكرة الماضية والاشتراك بالكرة الماضية. والبطاقة الصفراء كانت على اللاعب نهاد محمد، البطاقة الصفراء. نهاد محمد تلقى البطاقة الصفراء. هذا هو نهاد، لعب للطلبة والكرخ والقوة الجوية ونفط ميسان والديوانية. هذا الاشتراك بالكرة الماضية مع اللاعب إيدار مقدم. شاهد هذا الدخول المتهور من اللاعب نهاد محمد، أجبر حكم المباراة بأن يعطي البطاقة الصفراء على نهاد. حذار يا نهاد. والكرة وصلت الآن بوسط ملعب المباراة عند اللاعب أديميل سوندوف مرة أخرى. هناك بتمريرة تصل إلى اللاعب إيدار مقدم، من إيدار مقدم الكهرباء يحاولون والقوة الجوية يريدون، لكن هذه المرة للكهرباء سريعا قطعت. لا يا أوستين أموتو بعد الخطأ الآن. هل يستفيد الكهرباء من هذه الأخطاء التي تحدث بمنتصف ملعب المباراة؟ وهل يعود الكرة؟ كانت هناك بذلك التدخل، لامست يد اللاعب محمد سامي. قبل ذلك أحمد عايد يتقدم، أحمد مر، أحمد سدد، أحمد سدد بتصويبة من أحمد عايد. لا يا أحمد عايد، أحمد عايد الذي يريد أن يعود بالكهرباء وأن يعدل نتيجة المباراة، لكن بعد أن مضت هو سدد بهذه الطريقة، ولكنها ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. عادت مرة أخرى تبعد حارث حاتم، دخول من أحمد عايد وخطأ على أحمد، خطأ بعد التدخل باللقطة الماضية من اللاعب أحمد عايد مع اللاعب الحارث حاتم. وحكم المباراة يحذر أحمد عايد باللقطة الماضية. شاهد هذا هو الاشتراك بهذا الدخول من أحمد عايد. حذار يا أحمد، هكذا تدخلات ممكن أن تؤدي لحكم المباراة أن يشهر البطاقة. ربما تغاضى أو تهاون حكم المباراة في اللقطة الماضية وحذر اللاعب، لكن بهكذا دخول يا أحمد نعم ربما يجبر الحكم. احذر احذر يا أحمد. فالكرة وصلت الآن وبمنتصف في ملعب المباراة. إدار مقدم، نقلة دانيال جيبولا والمرور عند مهند إلى الحارث. الحارث بتمريرة سريعة، هناك محمد سامي، انقطعت وعادت للكهرباء. بهذا التراجع الكهرباء يحاولون والقوة الجوية يريدون أن يصلوا بأن تحلق الصقور مرة أخرى، بأن تصل وتقف على أعمدة الكهرباء من أجل الوصول والتقدم بهذه المباراة بتحقيق 3 نقاط
بينما الكهرباء التي تريد أن تعيد إنارتها وتزين أرجاح ملعب المباراة، نعم، بالأهداف أو بالتعادل أو بالنتيجة التي ترضي الكهرباء وإدارة الكهرباء من خلال هذا اللقاء. كما ذكرت فريق الكهرباء وللأسف الشديد هذا الموسم لن نراه كما رأينا في الموسم الماضي، كان من الفرق المميزة التي قدمت نتائج إيجابية ومن الأندية بالفعل التي تقدمت في المراكز، وكان نعم في المركز الثالث عشر ترتيب دورينا في الموسم الماضي. هذه عدت وهنا التقدم، هنا الثاني لا ضاعت كرة الهدف الثاني على نادي القوة الجوية وضاعت على اللاعب عصام الصبحي، ضاعت على عصام الصبحي. الكهرباء في الموسم الماضي فاز ب 12 مباراة، لكن بهذا الموسم حتى الجولة 15 وهو لم ينتصر إلا بمباراتين فقط، بينما خسر 10 مباريات وتعادل بمباراتين فقط. ولا زلنا نتابع هل يعود لطالما هناك وقت، نعم، ولطالما هناك العديد من الجولات متبقي، فهل يهرب من المراكز المتأخرة بترتيب دوري نجوم العراق؟ نأمل ذلك ونأمل لأن نرى كل أنديتنا تصحح المسار. هذه الكرة وصلت هناك بعد التقدم، صافرة وخطأ، صافرة حكم المباراة أحمد كاظم، دور أحمد، وهناك لمسة يد كانت على اللاعب مهند أبو طه بعد راسية اللاعب لوكاس دا سيلفا. هذه تصل مرة أخرى عند الحارس علي خالد، علي بنقلة طويلة من علي خالد للأمام، هناك بالابعاد مشتبه، هذه وصلت الان عند اللاعب حسين، يلا يا حسين، وصلت وين؟ تاتي العرضيه والراسيه والابعاد لن تصل الى اللاعب اوستين اموتو، بل انقطعت سعد عبد الامير من سعد الى مشتبه، من سعد الى مشتبه، مشتبه يلعبها هنا المرور عند السعد عبد الامير، تقدم عبد الامير، انقطعت روبن والخطا. هناك خطأ بعد محاولة محمد سامي باللقطة الماضية، وخطأ سجاد خليل كابتن الفريق، واشتراك يعني باللقطة الماضية من اللاعب محمد أوتارا البوركيني، لعب أيضا لنادي كربلاء هذا محمد أوتارا، مناسبة سومايلا أوتارا ومحمد أوتارا الاثنين نعم نفس البلد من بوركينيا فاسو. تصل الآن المقدمة البيت دفاع نادي الكهرباء، والكرة عند اللاعب مهند أبو طه، أعاد الكرة مهند لمحمد للحارث حاتم، مجددا للمهند، تصل دانيال بالوسط، هنا تمريرات القوة الجوية بوسط ملعب المباراة، لكن الابعاد روبن، وصلت دانيال جيبولا، دانيال بالوسط، عدت هناك عند اللاعب مقدم إيدر، مقدم والمرور مرة أخرى، عيد يلعبها بتمريرة سريعة إلى مشتبه، طالت من عيد إلى مشتبه إلى خارج أرضية ملعب المباراة. حتى الآن تبادل هذه المحاولات والنقلات السريعة من قبل لاعبي القوة الجوية، يواصلون العروض الرائعة من أجل التقدم بهدف ثاني، وبينما هناك من يسعى بسرعة الأداء ويريد العودة لتعديل نتيجة المباراة. الكهرباء يحاولون والقوة الجوية يريدون حتى الآن، فالاثنين يطمحون من أجل الوصول وتقديم أجمل ما يكون في المباراة، لكن كما تشاهدون أحبتي التقدم بهدف، ولا زالت المباراة بالهدف الوحيد الذي سجل عن طريق اللاعب عصام الصبحي. شاهد هذه لقطة الهدف أو باللقطة الثانية التي كادت أن يكون فيها الهدف الثاني لعصام الصبحي، والتي غادرت أرضية ملعب المباراة. للأمام وصلت هنا الإبعاد، يأتي تتخلص عند نهاد، يتراجع الباقي على المساندة والصافرة، خطأ لمصلحة نهاد محمد، خطأ لنهاد، اعتذار من اللاعب دانيال جيبولا مع اللاعب نهاد، والاشتراك باللقطة الماضية. أحبتي نلعب الدقيقة 41 من مجريات اللقاء ومجريات الشوط الأول من أحداث هذه المباراة. التقدم لنادي القوة الجوية بهدف مقابل لا شيء، ختام الجولة 15
منافسات دوري نجوم العراق ومن خلال مجريات هذه المباراة. هنا الكرة ملعوبة، الارتقاء بالراس عدت ولا زالت مستمرة. تقدم مجددا، هناك محاولة تعود القوة الجوية أمام الكهرباء، مضت الكرة وإلى خارج أرضية الملعب. نعم، الكهرباء ب8 نقاط والقوة الجوية صاحب 28 نقطة الذي يسعى بأن يعزز نقاطه إلى النقطة 31 خلال مباراة اليوم. نشاهد مضت كرة بالوسط، دانييل جيبولا يلعبها، هناك بمحاولة صافرة وخطأ لمصلحة اللاعب دانييل بعد تمريرة اللاعب ديميلسون دوف. هذا دانييل جيبولا من اللاعب دانييل النيجيري يلعبها عند اللاعب إيدار، مقدم سريع الكرة ولمعاد لوكاس دا سيلفا. أبعت لوكاس البرازيلي دا سيلفا إلى خارج أرضية ملعب المباراة حتى عادت هناك بمحاولة مستمرة. لا زالت المحاولة والموج الأزرق الذي يريد أن يفيض بهذه المباراة وأن يتقدم بهدف ثاني. هذا عيد الرشيدي بعد الاشتراك بالكرة الماضية ما بين اللاعب حسين جاسم واللاعب نهاد محمد. تحصل على خطأ، عادت بالوسط، انتشار الكتيبة الزرقاء، افتكاك للكرة كان بسلاسة. وتشاهد منظومة القوة الجوية، منظومة المدرب رشيد جابر تعمل بسلاسة مع هذا الانتشار والتمرير، توزيع الكرات هناك للخط الأمامي من أجل الوصول والضغط على دفاعات الكهرباء، من أجل المحاولات بقوة حتى يصلوا ويسجلوا هدف ثاني. شاهد حتى وصول كابتن الفريق سعد عبد الأمير الذي يتراجع نعم عندما تنقطع الكرة، ولكن هنا الارتقاء. وصلت روبن اكوا باللقطة الماضية، خطأ سلامة اللاعب هذا أوستين أموتو. سلامة لأوستين أموتو بعد التدخل بالكرة الماضية. سلامة اللاعب أولا، سلامة يا أوستين. هذا الاشتراك ما بين اللاعب أوستين أموتو واللاعب أديميلسون دوف. خطأ كان على اللاعب أديميلسون دوف باللقطة الماضية. سلامة اللاعب أوستين أموتو، سقط أرضا أوستين أموتو. سلامة لأوستين، لازال يشكو بعد سقوطه وبعد الاشتراك بالكرة الماضية ما بين أوستين أموتو. وتحدثنا أحبتي هنا النظرات للكابتن أحمد عبد الجبار لقراءة مجريات الشوط الأول، وذكرنا بنتائج الجولة 15، بينما في الجولة الماضية الجولة 14 القوة الجوية تغلب على نادي القاسم بهدفين مقابل لا شيء، وكذلك الكهرباء خسر من نادي الموصل بهدف مقابل لا شيء. هذا العادة، هذه هي الإعادة اللقطة الماضية. شاهد وكرة الهدف الجميل للاعب بتمريرة اللاعب مهند أبو طه وصلت إلى أقدام عيد الرشيدي الذي سدد وتصدى علي خالد، بينما يأتي من الخلف عريس القوة الجوية نعم ويسجل أول أهداف المباراة ليعلن عن أول أهداف اللقاء لصقور القوة الجوية من العماني عصام الصبحي. سعد عبد الأمير نلعب بالثواني الأخيرة من الوقت الأصلي وننتظر الوقت الإضافي الذي سيضاف لنهاية أحداث الشوط الأول. التقدم 1 للقوة الجوية لا شيء للكهرباء حتى الآن. 4 دقائق كوقت إضافي. كرة بالراس خلص، هناك نقلة لا زالت بيقدام اللاعب عصام وأحمد عايد. أحمد هنا التقدم أوستين أموتو، عدى أوستين مرة أوستين والكرة انقطعت من أوستين حتى عادت يا أموتو لعصام، عصام لحارث، الحارث حاتم من الحارث تعود مجددا. هناك ديميلسون دوف بنقلة سريعة وما زالت الخطورة مستمرة عند أوتارا من محمد أوتارا وتعود بالراس أوستين
أموتو، لكن هناك راية، هناك راية والتسلل باللقطة الماضية. هذا شيء يمضي تقدم بهدف دون رد. هذه الإعادة اللقطة الماضية، عادة من التسلل اللاعب أموتو. ملعوبة الكرة بالوسط، تراجع من سعد عبد الأمير إلى محمد صالح. محمد صالح بنقلة سريعة للأمام. يا محمد تنفذ كرة بالراس، انتشار واضح، نقلة للأمام، هذه المرة للكتيبة الزرقاء. محمد وأبعدت من اللاعب لوكاس دا سيلفا. محمد سامي حاول لكن خطأ. سميلة وتارا لنادي الكهرباء. ملعوبة الكرة بهذا نعم نمط هناك باتجاه حسين إلى لوكاس ومحمد وتارا، ولا زالت هنا المحاولة تستمر. لوكاس دا سيلفا لأحمد عايد، لكنها طالت على اللاعب لوكاس دا سيلفا بالوقت الماضي. هذا هو إدار مقدم متهيأ، والارتقاء محمد وتارا تصل وحسين نعيم قريب، لكن الحارث حاتم تقدم، مر بالكرة الحارث الخطير. الحارث الخطير يلعبها بهذه الطريقة، ولكن هنا علي خالد حاضر. علي خالد يصطاد الكرة باللقطة الماضية، حتى عادت هناك عند مجتبى محسن بعد تلك الكرة التي لعبت من علي خالد باتجاه اللاعب نهاد محمد، لكن كان قريب. هناك مجتبى محسن خلصها، وبعد أن وصلت مجددا حتى تعود إلى الحارس محمد صالح. إلى محمد صالح نقلة وللأمام يا محمد صالح بالراس، تصل حسين أبعدت من حسين. هناك سجاد، حسين نعيم تخلص، وحسين نعيم الذي تدخل وأبعد الكرة الماضية. شاهد جانبية محمد أبو طه للقوة الجوية. أكيد جماهير القوة الجوية لا زالت تشاهد أجواء المباراة، نعم، عبر شاشة وقنوات شبكة الإعلام العراقي، وهم يتابعون أجواء هذه المباراة. بعد انتهاء العقوبة من هذه المباراة، من المحتمل المباراة القادمة سيكون جمهور القوة الجوية متواجد مساند لفريقه. وصلت عند كابتن الفريق، عند القائد. هنا تأتي العرضية من سجاد خليل، ممكن يا أحمد عايد، محاولة من أحمد، لكن مهند أبو طه عاد من الخلف ليقطع الطريق، والكرة باتجاه الحارث حاتم. الحارث بعد هذه المحاولات الكهرباء يواصل عروضه من أجل التقدم وتعديل نتيجة المباراة. وعصام مر عصام، وهنا نعم البطاقة الحمراء، وعلى ما يبدو احتساب ضربة جزاء كانت خارج منطقة ال18. نتابع، هو أبدأ بأن يشهر البطاقة الحمراء آخر لاعب، نعم، وبطاقة حمراء في الوقت القاتل، في الوقت الإضافي، وفي الدقيقة القاتلة بالثواني الأخيرة. حكم المباراة أعطى البطاقة الحمراء بالثواني الأخيرة. شاهد كانت هناك عرقلة، نشوفها بالإعادة، نتابعها بالإعادة. كانت البطاقة الحمراء قد أشهرت من حكم المباراة من الدكتور أحمد كاظم باللقطة الماضية على اللاعب محمد وتارا البوركيني. يقول له تأكد يا كابتن أحمد كاظم بهذه اللقطة. بالفعل آخر لاعب كان اللاعب عصام الصبحي، نعم، عرقلة المهاجم بهذه الطريقة. شاهد هو مر وكان هناك عرقلة. هل كان سقوط لا إرادي أم كان سقوط مزيف من اللاعب محمد أوتارا من أجل شاهد هنا في حالة مسك واضحة باللقطة الماضية وعرقلة للمهاجم وآخر لاعب، وكان قرار حكم المباراة بإعطاء البطاقة الحمراء على اللاعب محمد أوتارا. محمد أوتارا عرق الهجمة، ومن آخر تلقى بطاقة حمراء، يطرد من المباراة بالثواني الأخيرة من الوقت المنتهي للشوط الأول. وكذلك حكم المباراة يطلب من اللاعبين أن يتراجعوا وحتى لن يعود ليتأكد لكون حكم المباراة كان قريب من الحالة. وكذلك اللاعب أوتارا
ترك أرضية الملعب بسبب البطاقة الحمراء. إذا سيلعب الكهرباء الشوط الثاني ب10 لاعبين. هنا الكرة الثابتة الآن لمصلحة نادي القوة الجوية. نتابع بمكان خطير القوة الجوية. نعم سقوط اللاعب والعرقلة كانت خارج منطقة ال 18، لكن سقوط اللاعب كان داخل بوكس ال 18. سعد عبد الأمير وجيبولا ومهند أبو طه، هذا الثلاثي على التنفيذ. ثلاثي على التنفيذ، من ينفذ بخبرة سعد عبد الأمير أم نشاهد بتسديدة مهند أبو طه أم للنيجيري ديبولا؟ تصويبة إلى خارج أرضية ملعب المباراة، ذهبت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. إذن الكهرباء نعم لن يتحسن وضع الكهرباء حتى في هذه المباراة بعد طرد المدافع محمد وتارا. أصبح الآن يلعب ب10 لاعبين وسيدخل الشوط الثاني ب10 لاعبين. أحبتي نهاية الشوط الأول مع صافرة حكم المباراة دكتور أحمد كاظم بهدف التقدم عن طريق اللاعب عصام الصبحي، وأكيد سنعود ونكمل مجريات الشوط الثاني لكن بعد الاستراحة القصيرة ما بين الشوطين. اليمين لمصلحة نادي الغراف بهذه اللحظات. كرة داخل منطقة الجزاء، هذه كرة محاولة وخطيرة. جول لنادي الغراف، يواصل عروض القوية، يسجل هدف لمصلحة أحمد ناظم، أول له في هذا الموسم بكرة ممتازة لأحمد ناظم، وجد نفسه من أمام حارس المرمى وسجلها بهدوء، سجلها بخبرة. أحمد ناظم كرة كانت ممتازة، وضع قدمه اليسارية، سجلها في مرمى نادي ديالى، ليأتي أول أهداف المباراة. 1-0 لأبناء ذي قار بأقدام أحمد ناظم. 1-0 الآن لمصلحة نادي الغراف، يسجلون أولى الأهداف نعم أحمد ناظم، وهدف ممتاز. حاول صناعة فرصة جديدة والتقدم فيها للأمام، لعب كرة ممتازة وخطيرة للأمام، هذه محاولة تاندية. الله 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 الله، جول التعادل. المالي يسجل في مرمى الغراف، هنا الاستلام وهنا الكرة، الله وضعها بهدوء بمرمى نادي الغراف بكرة ممتازة، سجلها تانديا ليسجل هدف التعادل لمصلحة نادي ديالى. الله على الاستلام والله على مواجهة حارس المرمى. 1-0 الآن لمصلحة نادي ديالى، يسجل عن طريق إبراهيم تانديا هدف التعادل 1-1. حسين زياد تمريرة لمجتبى، مجتبى داخل منطقة الجزاء، الله الله، يونس حمود للكناري كناري العاصمة عالي بالسماء، الله مجتبى لحمود وكناري العاصمة عالي بالسماء الله 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 الله، على طريقة الكبير أبو ذنون، على طريقة يونس محمود، وهو اسمه قريب أيضا يونس حمود. حمود
الله، صعبة 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 صعبة. طبعا على رضا عبد العزيز. صعبة صعبة، اي نعم. افرح افرح يا رجل. للكرخ داخل منطقة الجزاء، الكرة الخطيرة. الله، يونس حمود، يونس حمود. الله يا حمود للكناري، كنار العاصمة، عالي بالسماء، عالي بالسماء، عالي بالسماء. هذا الرجل راسه يشتغل يا جماعة، لا تخلوه على ركلات الجزاء. نفس الطريقة راسه يشتغل يا جماعة، راسه يعمل بشكل ممتاز، لا تطونا ركلة جزاء. يونس حمود 9 أهدافه. الله 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 يا رضا، يا رضا، يا رضا عبد العزيز اللي يتصدى بركلة جزاء. لكن هاي صعبة، هاي صعبة، هاي صعبة طبعا على طريقة الكبار. الله الله الله، ننتظر الفار. درع الأخير، هذا جمال، هذا جمال، هذا مصعب، مصعب، مصعب عالية، خطيرة خطيرة. يا ولد يا ولد يا ولد، يا ثالث يا ثالث، ثالث 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 للكناري، كنار العاصمة. عالي عالي بالسماء، عالي بالسماء يا العقيد. ثاني على ما اعتقد علي قاسم سجل على لفظ ميسان. بدأت من مصعب. الله الله الله، قوية قوية قوية، كرخية كرخية كرخية، قوية كرخية في شباك نوروز، في شباك نوروز. يا ولد يا ولد. يا علي قاسم بهدف حاسم. 3-0 للكرخ، 3-0 للكناري، والكناري دخل المربع، دخل المربع مع العقيد ومع علي قاسم. ذلك الاستمرار. هذا محمد سامي، محمد سامي إلى الحارث حاتم، حارث حاتم إلى محمد سامي، والكرات العالية. الله الله، لو نفذها كما أراد. هدف هدف هدف. مهند أبو طه يسجل أول أهداف الصقور. الله الله الله، القوة الجوية. شوفها بالإعادة، هنا التمريرة وصلت للحارث حاتم اللي اختار العودة لمحمد سامي، وبذلك الكرة العالية أرادها بالباكورد، والمتابعة الآن، والكرة اللي بغت حارس المرمى مصطفى جاسم. وهنا الهدف الأول يصل لمصلحة القوة الجوية. مهند أبو طه يبصم على هذا الهدف، وبذلك التقدم الآن للقوة الجوية بعدما سجل بشباك فريق النجف. يعود اليوم ويسجل على القاسم مهند أبو طه. هنا كرة تعود بهذه اللحظات على الطرف الأيمن، تنفذ، لا زالت داخل منطقة الجزاء. الله 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 الله، جول ثاني 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 لمصلحة القوة الجوية. لا يحتفل، لا يحتفل، يسجل بمرمى فريق السابق الحارث حاتم، ولا يحتفل هنا. الله الله على هدف يحمل مع المشاعر، يحمل مع ذكريات وأيام جميلة. هذه اللقطة، هذه الكرة اللي نفذت بصورة جميلة، تحدث عن الإرسال، وهنا المتابعة. لكن هل هنالك راية؟ لا أعتقد، لا 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 لا, لا ليس هنالك راية. والحارث حاتم بفينيشنج ولا أروع يسجل ثاني أهداف الصقور، ثاني أهداف القوة الجوية بشباك فريق القاسم. هدفين مقابل لا شيء. في هذه اللحظات عودة على اليسار، خطيرة، انفراد، التسديد، التسجيل، الهدف الأول لمصلحة أمانة بغداد. المغربي يسجل هدف الأسبقية بانطلاقة واختراق لدفاعات فريق نادي القرمة، وهو الغائب عن الانتصار منذ الجولة، نعم، 9. أي تمرير من الحارس، نعم، عبد العزيز عمار هو الذي بدأها، وجبار كريم لمسها وأنهاها واختتمها اللاعب كمال القرع من فوق الحارس محمد حميد. في الكرات الماضية، نعم، يخدع الجميع وينطلق ويخترق ويضع فريق أمانة بغداد
بهدف الأسبقية. أحمد خلف تدلل على سعادته بهدف أول. كرة على اليمين، محاولة للرد الأول. الله الله الله، الرد السريع للصقور البرتقالية. نعم مشاهدينا الأفاضل، بانطلاقة قوية وبالنيران الصديقة. نعم بهدف أول، حتى جاء يوسف أمارو وبعرضية اختراقية من هناك تسكن في شباك أمانة بغداد. أي انطلاقة للقرمة، وأي رد وأي عودة، كيف لا، وهي أمسيتهم لاستعادة المركز الثاني. كيف لا، وهي الأمسية التي يريد أن يرتقي من خلالها إلى مركز ثاني وإلى مطاردة المتصدر أربيل. من جانب الدفاع، من جانب عباس ياسين، لا زالت عودة على اليمين، تسديده. الله 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 الله، الثاني للصقور وبتصويبة عبد الله. نعم عبد الإله غازي الوافد الجديد، وبأول ظهور وبأحدث ظهور وبأول الأهداف واللمسات وبأول تصويبات القادم من الملاعب الأسترالية. نعم، وعلى إضافة قوية وواعدة في صفوف فريق نادي القرمة. أي استلام وتصويب، وعلى يمين عبد العزيز عمار، ومعها بثقة بتصويبة قوية بعيدة جدا وسريعة على يمين الحارس عبد العزيز عمار. أيضا بمساعدة الدفاع، أيضا بمساعدة الدفاع كان هناك عبد الله خلف، ساعد بإسكانها في شباك أمانة بغداد. نبيل كرار يتقدم، تأتي العرضية باتجاه حسن عبد الكريم. قوقية الذي يحاول، قوقية يتقدم، للنوارس. حسن عبد الكريم يسجل هدف أول. هنا للنوارس، هنا لنادي الزوراء، هنا للزعيم، هنا حسن عبد الكريم في هذه المباراة. شاهد هنا التقدم، هنا الاسيست الرائع، وحسن عبد الكريم الذي لا يتراجع حاول وتقدم بالكرة الماضية من كرار نبيل بنبل كرار إلى حسن عبد الكريم. يكرم النجف بهدف أول بهذا التقدم للنورس الأبيض، للزعيم حسن عبد الكريم، للزعيم حسن عبد الكريم يسجل الهدف الأول. حلقت النوارس هنا بأول أهداف المباراة بالهدف الأول لنادي الزوراء عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم. شوف لي حسن عبد الكريم، تقدم الآن حسن عبد الكريم، مر بالكرة، حسن يريد أن يعلن عن الهدف الثاني. الله، القائم، جول 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 جول. يوسف عزيز من البديل، من البطاقة الرابحة، يوسف عزيز يسجل الهدف الثاني في المباراة. هنا للزوراء، هنا التقدم، حسن عبد الكريم تقدم وهنا سدد بالقائم الأيمن، لكن يوسف لم يكذب خبر، يوسف لم يكذب خبر، ويسكن الكرة في مرمى النجف ليعلن حتى يتحدى ليقول ها هو الزعيم، ها هو الزعيم، نعم ها هم النوارس. فأنا أقول يا النوارس نعم بهذه الإثارة، يا النوارس بهذه المتعة. لذلك ثار أحمد عنده 3 ألقاب. هنا المحاولة خطيرة الآن الطلبة، ولكن سرنج الخبرة. الله، جول للأنيق، هدف 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 للأنيق. عريبي اللاعب الجزائري كريم عريبي يسجل أول أهداف المباراة بغفلة من دفاعات أربيل. حاول معها حارس المرمى الخبرة سرهنج محسن، لكن بعد ذلك جاءت المتابعة من كريم عريبي ليسكنها الشباك ويسجل أول أهداف المباراة للطلبة. إذن الدقيقة الثالثة كريم عريبي يفتتح التسجيل في مرمى أربيل، وهنا الصورة على كريم عريبي اللي يشارك أساسي في هذا اللقاء. لذلك يفتتح التسجيل للأنيق اللي يحاول أن يعوض خسارته من الميناء في الجولة الماضية. لاحظ الإعادة، لاحظ اللقطة، لاحظ الهجوم الآن لمصلحة فريق أربيل داخل منطقة الجزاء. حلوة 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 حلوة
والآن فريق الطلبة يسجل أول أهداف المباراة. لاحظ اللقطة والتمريرة بشكل رائع، وسيف رشيد يصطد بحارس المرمى سرهنج، لكن كريم عريبي يودعها في المرمى ليعلن التسجيل فريق نادي الطلبة في مرمى أربيل عن طريق اللاعب الجزائري كريم عريبي، وهو ثاني أهدافه في دورينا خلال هذا الموسم بعدما سجل في مرمى الزوراء، الآن يسجل في مرمى أربيل. إذا الأجواء مشتعلة في هذه الأجواء الباردة، والطلبة هو من يشعل الأجواء في هذا اللقاء بهدف أول عن طريق الجزائري كريم عريبي. والطرد لهارون، هنا المحاولة مسوفو والتنزاني، جول ثاني هذا مسوفو التنزاني يسجل هدف ثاني. خلاص الأنيق على حساب أربيل. الله اليوم الطلبة شكل غير أمام أربيل. الآن فريق الطلبة مع مسوفو البديل يأتي بالدليل لفريق الطلبة بهدف ثاني. لاحظ الإعادة، لاحظ التمريرة، وزيد إسماعيلي لمسوفو اللي هيأ الكرة وسددها على يمين حارس المرمى سرهنج محسن ليسجل ثاني أهداف فريق الطلبة. اللاعب التنزاني مسوفو بلمسة أولى لهذا اللاعب يسجل من خلالها هدف ثاني لفريق الطلبة. والطلبة الآن على أربيل بهدفين مقابل لا شيء. الطلبة يتقدم على أربيل بهدفين مقابل لا شيء. خلاص المباراة انتهت. الطلبة ينهي المباراة على أربيل بهدف مسوفو وفرحة علاء والبدلاء والداسي يرقص فرحا. علاء الدين امام علي خالد، علاء وعلي، ركلة الجزاء، حوار حاضر وكرة من اجل الجول. الله، تقدم لابناء الحدباء، ياتيك من الجنوب، ياتيك من الفيحاء اخبار سارة تذهب الى الموصل لتعلن عن تقدم ابناء المدينة بالهدف الاول من ركلة جزاء ركنها على يسار علي خالد. هذا الرجل علاء الدين الدالي الذي يسجل في هذه اللحظات، الذي يضع الكرة في المرمى. ومرحبا بكم من جديد احبتي. بعد ان تركنا الشوط الاول ينتهي بتقدم القوة الجوية، اتينا لمجريات الشوط الثاني، شوط المدربين، شوط التكتيك، شوط الحلول الفنية. يا ترى ما هي الخطة التي رسمها الكابتن احمد عبد الجبار، وما هي خطة الكابتن رشيد جابر لمجريات الشوط الثاني؟ مجريات هذا اللقاء بعد ما انطلقت صافرة الدولي أحمد كاظم ومساعديه أحمد صباح قاسم وباسم مصر، والحكم الرابع حيدر عدوان، بينما حكم الفار على سلام ووليد عبد السلطان. تركنا الشوط الأول ينتهي بتقدم القوة الجوية بهدف اللاعب عصام الصبحي، وأتينا لمجريات الشوط الثاني من أحداث هذا اللقاء. هنا المحاولة والعبور لمصلحة الكتيبة الزرقاء. ليونيل أتيبا وصلت الآن، محاولة تصل، وهنا لا زالت الأمور مستمرة بتقدم نادي القوة الجوية بهدف مقابل لا شيء. انطلق الشوط الثاني في هذه اللحظات، ونادي القوة الجوية يسعى للحفاظ على نتيجة المباراة والتقدم، بينما الكهرباء الذي يحاول أن يصل بالمباراة ويعدل نتيجة المباراة من خلال الشوط الثاني، وهو يلعب ب10 لاعبين بعد طرد اللاعب محمد أوتارا. هذه الكرة التي وصلت هناك بمحاولة بتمريرها تصل وللأمام عند اللاعب عيد الرشيد من عيد، تقدم بالكرة وللأمام، هنا تصل سريعة عند اللاعب أوستين أموتو باللقطة الماضية. يتابع ولا زالت الأمور مستمرة بهذا التقدم بهدف مقابل لا شيء، لكن بعد الكرة التي عدت هنا عند اللاعب محمد سامي، وهو يحاول يتقدم محمد سامي. كذلك المباراة التي انطلقت بنفس التوقيت مباراة القوة، مباراة الزوراء وتوك، انتهى شوطها الأول بالتعادل سلبا، بينما هنا مباراة القوة الجوية وكذلك الكهرباء
التي انتهى شوطها الأول بتقدم الصقور بهدف مقابل لا شيء، ولا زالت المباراة على هذا الاستمرار بهذا الهدف الوحيد حتى الآن. لازلنا نتابع بالهدف الوحيد الذي نعم أهداه اللاعب عيد الرشيد اللاعب الكويتي، وكرة بالراس وللمرة الثانية من عيد الرشيدي إلى عصام الصبحي. هذا عصام الصبحي العماني، وهذه تمريرة وعرضية اللاعب عيد الرشيدي القادم نعم من القادسية الكويتي، لاعب القادسية الكويتي هذا اللاعب، وللمنتخب الكويتي بعد الكرة الماضية. لازلنا نتابع أحبتي بالكرة التي مضت، وتستمر محاولات القوة الجوية بالوصول إلى مرمى الحارس علي خالد من أجل أن يتقدموا ويضاعفوا نتيجة المباراة. لا سيما هنا الكهرباء عن طريق اللاعب سجاد بنقله. القوة الجوية يريد أن يستغل النقص العددي بصفوف الكهرباء ويصل ليتقدم في المباراة بهدف ثاني. هذه محاولة تعود مجددا تصل، وهناك الابعاد. هذا هو دانيال جيبولا بعد الاشتراك بالكرة الماضية. لماذا فكر الكابتن أحمد عبد الجبار، وما هي الخطة التي رسمها حتى يوقف عناصر القوة الجوية؟ فريق أيضا يريد أن يستغل النقص العددي وأن يتقدم في المباراة. هذا ما يسعى لأجله لكل فريق يريد أن يصل ويتقدم بالنقاط. كما ذكرت القوة الجوية يسعى لتعزيز نقاطه حتى يرتفع رصيده للنقطة 31 وأن يحتل المركز الثاني بسلم الترتيب لدوري نجوم العراق، بينما بصدارة الترتيب نادي القرمة الذي غير الموازين وأنزل أربيل من صدارة الترتيب من عرش الصدارة ليصبح الآن. هذا في حال إذا انتصر القوة الجوية سيحتل المركز الثاني، ويبقى نادي القرمة ب 32 نقطة، ويلي أيضا ب 31 نقطة نادي أربيل. الكرة وصلت والشرطة ب 29 نقطة في المركز الرابع. في محاولة التقدم هناك تستمر ولا زالت بهذا الأداء والانتشار واضح. الكرة تصل وهناك محاولة مستمرة عدت، بينما الكهرباء لا زال في المركز 18 سلم الترتيب. نقلة سريعة عند اللاعب نهاد أوستين أوموتو، عدى أوموتو أن يسدد بتصويبة قوية من أوستين أوموتو، ولكن وين يا أوستين؟ إلى خارج أرضية الملعب بعد أن مضت وغادرت أرضية ملعب المباراة. تسديدة اللاعب أوستين أوموتو، وهنا على التنفيذ نعم كرة ثابتة ركنية. حسين جاسم على التنفيذ لهذه الركنية. حسين لمصلحة الكهرباء. نتابع الآن هل يفعلونها الكهرباء؟ هل يسجلون هدف التعادل من خلال الكرات الثابتة؟ لكن وين طويلة الكرة بعيدة وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. غادرت أرضية ملعب المباراة. زالت الأمور مستمرة. هذا مهند أبو طه دانيال جيبولا، انقطعت من أحمد عايد. محاولة مرة أخرى. اليوم الصبح انا نايم باللي ثانيه جاي الحالوب السياره برا لك الحالوب اللي جاي صار طابوق وحالوب. ايش وقت؟ اليوم الصبح احنا حتى هو مضرب الحالوب طابوق. وكل لك حسي وجاك كل شيء توم غاسلين الباب. هذه الإعادة في وسط ملعب المباراة. نقلة للأمام. تصل ومحاولة أخرى.
عادت بالوسط، انتشار واضح وكرة تصل. نعم، هل تحدث متغيرات في الشوط الثاني؟ ولا زال هنا التراجع واضح، لكن انتشار الكتيبة الزرقاء من أجل الوصول وتعزيز نتيجة المباراة. وهنا من يريد أن يتقدم ويحصد نقاط المباراة الكاملة، محمد سامي بوسط ملعب المباراة. تصل مرة أخرى، محاولة سريعة، هنا تنقطع من حسين وصلت يا حسين، والتقدم مجددا هناك بنقلة لا زالت مستمرة. العبور أحمد ويحاول المرور، لكن هناك من يعترض الطريق، مهند أبو طه، ولكن حكم المباراة يطلب استمرارية اللعب حتى عادت الكرة عند اللاعب دوف. هذه ميلسون دوف القوة الجوية. لازلنا نشاهد أحبتي الوصول، نعم، هناك للمرمى، ربما أحيانا تصل بصعوبة، وهناك التدخل بالشاشة المصغرة كان من اللاعب سعد عبد الأمير مع اللاعب أحمد عايد تلك اللقطة، لكن بعد ما مضت الكرة وبعد ما عدت لازلنا نتابع. هنا المحاولة، شاهد بوسط ملعب المباراة مستمرة بهذا الأداء. واحد القوة الجوية، لا شيء للكهرباء حتى الآن. الكرة عند اللاعب مهند بنقلة، هذا إيدر مقدم لعبها هناك من الجهات الأخرى، ولا زالت مستمرة بنقلة باتجاه عصام الصبحي. عصام يحاول من عصام، عادت الكرة إلى الحارث حاتم. الحارث حاول الحارث حاتم ويعيد الكرة عند سعد عبد الأمير. الخطير من عبد الأمير لمجتبى محسن، انقطعت من مجتبى لحسين. جاسم يلعبها لنهاد محمد، يحاول أن يتقدم من نهاد. المرور يا نهاد، العبور يا نهاد، انقطعت من نهاد وعادت هنا للخلف عند اللاعب ادي ميلسون دوف. من ادي ميلسون دوف باللقطة الماضية بعد الكرة التي مضت. شاهد هذا الاشتراك بهذه اللقطة، دخول، هو من تدخل وهو من تعرض للإصابة باللقطة الماضية. كان دخول وتصادم قوي ما بين اللاعب مجتبى بالكرة الماضية. لازلنا نشاهد أحبتي الكهرباء خلال هذا الموسم، نعم، لعب 14 مباراة، لم يفز إلا بمباراتين وتعادل بمباراتين. تعادل أمام بيت سلبن وأمام الكف بهدف لمثله، بينما نعم تغلب على نادي القاسم بفوز تقني بقرار 3-0 بعد انسحاب نادي القاسم، وفاز على الميناء 2-1، بينما هو خسر من نوروز 3-2، من الغراف 3-1، من الشرطة 1-0، من القرمة 4-0، من ديالة 2-1، من الزوراء 1-0، ومن الطلبة 2-0، من زاخو 3-0، من النفط 1-0، وآخرها كانت من الموصل 1-0. 10 خسارات حتى الجولة 15. نادي الكهرباء لن يسلم، نعم، وهو يسعى بأن يصحح المسار، لكن كما ذكرت في اللحظات الأولى من الشوط الأول أحيانا الأمور لم تسير كما خططت لها، فالكرة أبعدت. كان ينوي لشيء وكان يمني النفس بأن يحصل على نتيجة إيجابية، بأن يتقدم، بأن يتعادل، ولكن المباراة لا زالت مستمرة. لكن حدث ما لن ينبغي أن يحدث، ولم يكن بالحسبان. طرد أحد لاعبيه بعد الاشتراك، والدخول المتهور كان من المدافع محمد أوتارا، وكان آخر لاعب تلقى البطاقة الحمراء، وأيضا تسبب بالطرد، حتى أصبح فريق الآن يلعب ب10 لاعبين أمام فريق يريد أن يحتلي عرش الصدارة وأن يتقدم ويستغل كل ثغرة، سواء كانت بطرد لاعب أو بنتيجة عكسية أو بأخطاء دفاعية. هو يريد الأهم في ذلك أن يحصل على النقاط وأن يتقدم بسلم الترتيب، لطالما جماهير تنتظر وكل من يتابع ينتظر بأن يعود هذا الفريق إلى نعم زماناته، إلى أيام جميلة، إلى منصات التتويج. الكرة وصلت هنا بالراس، والإبعاد يأتي، تتخلص وأبعدت مرة أخرى.
خلال هذا الموسم. هو أيضا لعب القوة الجوية 14 مباراة، وهذه المباراة ال15 حقق الفوز ب8 مباريات بينما تعادل ب4 وخسر مباراتين. تمكن من تسجيل 15 هدف استقبل الشباك 7 أهداف فقط. تصل دوران محمد صافرة هنا والخطأ، فاز على الكف 1-0 بنفس النتيجة على الميناء والقرمة، بينما 2-0 على القاسم وأمانة بغداد والنجف والزوراء، و2-1 على ديالى. هذه النتائج التي انتصر بها نادي القوة الجوية خلال هذا الموسم. تعادل بهدف لمثل أمام الغراف وأمام الشرطة، بينما تعادل سلبا أمام النفط وأربيل. خسر من زاخو 2-1 ومن الهوك 2-0. نقلة وهناك للأمام تصل للكهرباء روبن اكوا، والكرة ضاعت يا روبن، ضاعت يا روبن وإلى خارج أرضية الملعب. الغاني حاول، وهذا مهند أبو طه. الكرة بوسط ملعب المباراة، هنا تمريرة عرضية بالراس من سجاد خليل، وصلت يا سجاد. لازلنا نتابع أحبتي أداء مستمر ما بين الفريقين، والنتيجة على حالها 1 القوة الجوية لا شيء الكهرباء. أبعدت مرة أخرى، هناك صافرة وخطأ بعد الاشتراك باللقطة الماضية. سلامة اللاعب روبن، سلامة يا روبن اكوا. نعم، لقاءات عديدة جمعت الفريقين خلال المواجهات السابقة ما بين القوة الجوية والكهرباء. هذه المواجهة رقم 31 خلال اللقاءات التي جمعت الفريقين. نعم، 30 مواجهة سابقة، واليوم المواجهة رقم 31. الكفة تميل إلى القوة الجوية ب 18 انتصار، بينما 4 انتصارات للكهرباء، وحضر التعادل ب8 مواجهات خلال لقاءات الفريقين. تصل هناك بمحاولة عدت وللأمام، هذه نتيجة 1-0 لا زالت مستمرة. هنا تأتي العرضية وهنا الإبعاد، تتخلص وبالراس مجددا، ومحاولة خطيرة للكهرباء، لكن هناك سقوط لحارس القوة الجوية وللاعب نهاد محمد، وكذلك للحارس شاهد. بعد هذا المرور الجميل، هذه العرضية من لوكاس دا سيلفا، والخروج كان من الحارس محمد شاهد. لوكاس مررها بذكاء، وكذلك بعد اشتراك اللاعب نهاد محمد وتصادم ما بين نهاد ومحمد صالح ومجتبى باللقطة الماضية. 3 لاعبين سقطوا أرضا بهذه الكرة، أسقطت 3 لاعبين. محمد صالح سقط على مجتبى محسن، ونهاد تعرض للإصابة على خروج الحارس محمد باللقطة الماضية. كما تحدثت حضرتي عن اللقاءات التي جمعت الفريقين، ونتيجة 1-0 التي لطالما زالت ترافق أحداث المباراة. هذه النتيجة حضرت ب 13 لقاء خلال لقاءات الفريقين. نعم، فاز بها القوة الجوية في 10 مرات، وبينما فاز بها الكهرباء 3 مرات. نتيجة 1-0 خلال لقاءات الفريقين. وأتحدث عن أكبر نتيجة فاز بها نادي القوة الجوية هي 4-1 موسم 2010 10-6 و3-1. هذه النتيجة أيضا كثاني أكبر نتيجة للقوة الجوية في موسم 2012. 3-0 في موسم 2013. 3-2 أيضا لنادي القوة الجوية في موسم 2018. ذلك آخر انتصار كان أيضا لنادي القوة الجوية موسم 24/5 يوم 2-0 انتهى السجل أيمن حسين وعلي جاسم. أيضا هنا خروج اللاعب عيد الرشيدي ومجتبى محسن يغادرون أرضية ملعب المباراة الآن، ويشرك اللاعب محمد
هذه اللحظات أحمد جواد ومينو عمر رمضان ومينو، 3 لاعبين دفعة واحدة. كذلك محمد سامي أيضا يغادر أرضية ملعب المباراة. ثلاثة تغييرات للقوة الجوية بهذه اللحظات. رمضان صديق ومحمد جواد وأمينة والحارث حاتم حطها في المرمى. لا 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 لا, لا. ضاعت كرة الهدف الثاني، ضاعت على القوة الجوية وكادت أن تزور شباك الكهرباء اللقطة الماضية، لكن ذهبت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. نعم، الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة. شاهد سلامة لنهاد، نهاد محمد. هذه اللقطة التي تعرض بها نهاد محمد للإصابة. شاهد الإعادة لهذه اللقطة التي سقط بها نهاد واللاعب، كذلك مجتبى الذي غادر أرضية الملعب، والحارس الصالح الذي غادر أرضية ملعب المباراة، مجتبى ومحمد سامي وعيد الرشيد، اللاعب اللي ساهم بصناعة الهدف الأول. وكرة تعود مرة أخرى هنا مجددا، كرة الارتقاء بالراس تصل وإلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية ملعب المباراة بعد أن أشرك اللاعب رمضان صديق ومحمد جواد وأمينو عمر نيجيري. هذا روبن إكوا، لازلنا نتابع. هذه تصل مجددا أخرى، التقدم. عادت كرة بالوسط، هناك سقوط أحد اللاعبين. سلامة اللاعب، للاطمئنان على سلامة اللاعب بعد سقوطه باللقطة الماضية. استمر أحداث المباراة. أحبتي بهذا التقدم بهدف مقابل لا شيء. القوة الجوية تقدم بالشوط الأول عن طريق اللاعب عصام الصبحي، وكذلك بالثواني الأخيرة من الوقت الإضافي عند نهاية الشوط الأول طرد اللاعب محمد أوتارا. وذكرنا النتائج التي جمعت الفريقين وعن أكبر النتائج التي حققها نادي القوة الجوية أمام الكهرباء، وكذلك نعم المباريات التي شهدت انتصار القوة الجوية على الكهرباء. وكما ذكرت كأكبر انتصار كان أيضا لنادي الكهرباء هو في الموسم 2014 3-0. كأكبر انتصار كان للكهرباء 1-0 في موسم 2007، وكذلك 1-0 تكررت في موسم 2008. 3-2 في موسم 2023. تلك النتيجة التي نعم فاز بها نادي الكهرباء ب3 أهداف مقابل هدفين. يومها سجل فرانك سيدريك هدفين وستيفن بافور هدف، بينما ميد فريكي ومهند عبد الرحيم من سجل الهدفين عفوا لنادي القوة الجوية بتلك المباراة. هذا الهدف نعم الهدف الذي سجل عن طريق اللاعب عصام الصبحي خلال مباراة اليوم. القوة الجوية وصل للهدف 43 في شباك الكهرباء، أما الكهرباء الذي سجل فقط 23 هدف خلال المواجهات الماضية. الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة. أصبحت الحصيلة الكلية لتسجيل الأهداف في شباك الفريقين 66 هدف خلال كل هذه المواجهات التي جمعت الفريقين. نظرات الكابتن نعم رشيد جابر وهو يترقب بعد أن سجل ب3 بطاقات، هل تغير مجريات المباراة بهدف ثاني أم يبقى
فريق الكهرباء صامد أمام القوة الجوية، فلا زالت هنا المحاولة مستمرة والتقدم بعد أن طالت وغادرت أرضية ملعب المباراة. غادرت أرضية ملعب المباراة، أبعدت وتتخلص من رمضان تصل بالإبعاد من حسين، هناك أبعدها حسين نعيم والكرة تعود مجددا إلى مهند أبو طه. مهند بنقلة سريعة، الارتقاء عصام، هنا المحاولة محمد جواد والإبعاد يأتي، تتخلص هناك بعد تراجع اللاعب سميلة أوتارا، وتعود مرة أخرى مهند أبو طه بتسديد من مكان بعيد وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة. شاهد أغلب هذه المحاولات مستمرة بندية هذا اللقاء ما بين الفريقين حتى هذه اللحظات، والقوة الجوية يسعون يريدون الوصول وتسجيل هدف آخر خلال مباراة اليوم، لكن حتى الآن المباراة بالهدف الوحيد بالوسط. مجددا تعود، هناك نقلة سريعة تصل بتمريرة انقطعت من أحمد إلى حسين، هذه المرة عند اللاعب أمينو يحاول التقدم لمصلحة القوة الجوية، لكن هنا نهاد مر بالكرة، نهاد محمد يريد العبور على رمضان والكرة أبعدت وغادرت أرضية الملعب بعد الاشتراك بالكرة الماضية. لا زالت المباراة هنا بالتقدم، والبطاقة الصفراء تشير من حكم المباراة بعد هذا الدخول. باللقطة الماضية كان من اللاعب حسين نعيم. حذاري حسين من ارتكاب الأخطاء، فلا نريد أن نشاهد البطاقات الملونة في هذه المباراة. بطاقة كانت على اللاعب مهند أبو طه، وصلت هناك بنقلة للأمام، عادت هنا عند المدافع تصل والعبور. لا زالت المباراة مستمرة، هنا التقدم ومحاولة الوصول، ممكن أن يكون الثاني، ولكن وين إلى خارج أرضية ملعب المباراة. ضاعت الكرة وغادرت أرضية ملعب المباراة. لا زلنا نتابع حتى الآن بعد أن غادرت أرضية ملعب المباراة. شاهد تحسر اللاعب عصام الصبحي على الكرة الماضية التي غادرت أرضية الملعب، ولا زالت مواصلة الهجمات بالنسبة للقوة الجوية، وهم يريدون الوصول ومحاولة العبور من أجل زيارة الشباك بهدف ثاني، ولكن هنا دفاعات الكهرباء لا زالت صامدة أمام هجمات القوة الجوية. وتصل مرة أخرى نقلة سريعة، تصل العبور مرة أخرى، هناك للجهة اليسرى التقدم عند اللاعب أمينو عمر، من أمينو بالوسط وانقطعت حتى عادت مرة أخرى جيبولا، هذه المرة أموتو عدى، أوستين أموتو خطير، يلعب الروبن وسدد بقوة للكهرباء. نعم محاولات الكهرباء، نعم شحنات الكهرباء وصلت الآن تعطي نكهة لبطارية المباراة بأن يشحنوها في الأداء ويواصلون الهجمات من أجل زيارة الشباك وتعديل نتيجة المباراة رغم النقص العددي، لكن بمحاولة خطيرة وجميلة كانت من اللاعب روبن إكوا باللقطة الماضية بعد أن غادرت أرضية ملعب المباراة. تلك الكرة الخطيرة، الركنية الآن، هنا الارتقاء، هنا الرأسية، هنا التصويبة، لكنها سهلة عند الحارس محمد صالح. اللقطة الماضية بأحضان الحارس محمد صالح، الكرة الماضية. لازلنا نتابع، لازلنا نشاهد أحبتي. تصدي روعة كان باللقطة الماضية، والأمور مستمرة حتى هذه اللحظات، حتى الدقيقة 73 من مجريات اللقاء.
ونتيجة المباراة مستمرة بهدف مقابل لا شيء، لكن بعد أن وصلت. تابع الآن، تعود مجددا في وسط المباراة عند محمد جواد، إن محمد جواد يتراجع البحث عن مساندة سعد عبد الأمير، تمرير سعد عبد الأمير، مرت الكرة بالراس من سعد لمحمد جواد، هيئ الكرة لعصام، عصام، وهنا الإبعاد يأتي من حسين نعيم، أبعدها حسين نعيم. روبن إكوا بالوسط، تراجع واضح، ولكن محاولة مستمرة للقوة الجوية بأقدام الحارث حاتم، تأتي العرضية، لكن هنا المتابعة الدفاعية، سجاد خلص، لكن هنا لا زالت الخطورة حتى الآن لن تزول، بل أبعدت من اللاعب. سجاد إلى أحمد عايد، لا بعيدة على أحمد عايد وبعيدة على اللاعب أوستين أموتو، لكن تصل قريبة إلى الحارس محمد صالح. هي عند محمد صالح، وصلت الكرة الآن من محمد صالح، وتستمر المحاولات ما بين القوة الجوية الذي يريد أن يستغل النقص العددي وأن يتقدم في المباراة بهدف ثاني من خلال مجريات هذا اللقاء، بينما يعاني أمام صلابة دفاعات الكهرباء. نعم، يغلقون المساحات ويريدون الاعتماد على الهجمات المرتدة من أجل تعديل النتيجة، لكن هنا الراية والخطأ باللقطة الماضية. هنا البطاقة الصفراء تشهر حكم المباراة من الدولي أحمد كاظم، بطاقة صفراء هذه المرة على اللاعب حسين جاسم. تلقى البطاقة الصفراء حسين جاسم اللقطة الماضية. نعم، هذه الإعادة القوة الجوية بالهدف الوحيد الذي سجله اللاعب عصام الصبحي، بينما الكهرباء باعتماد على اسلوب الهجمات المرتده وغلق المساحات امام هجمات القوه الجويه ممكن ان تخرج. نعم، هناك من غادر، أوستين أموتو ارضيه في ملعب المباراه. ثابت الكره تنفذ الى خارج ارضيه الملعب. أوستين أموتو غادر ارضيه الملعب، ومصطفى صلاح من اشترك بدلا من اللاعب أوستين. مصطفى صلاح بدلا من اللاعب أوستين أموتو الذي ترك أرضية ملعب المباراة. نتابع هل تتغير الأمور بما تبقي من أحداث اللقاء. 1 القوة الجوية لا شيء الكهرباء. هذه عدت للأمام سريعة بنقلة، ولا زالت هناك مستمرة، تصل عند اللاعب حسين. من حسين يحاول التقدم، يا حسين انقطعت، ومرة أخرى روبن إكوا يلعبها من روبن إلى أحمد عايد، لكن هناك صافرة، والخطأ لمصلحة الكهرباء. هنا الكهرباء الفريق الذي يحاول الوصول، الفريق الذي يحاول التقدم، لكن مجددا أحمد عايد يحاول، لكن هنا تدخل وخطأ كان على اللاعب. نعم، هذا هو جيبولا، دانيال جيبولا تلقى البطاقة الصفراء بعد الاشتراك بالكرة الماضية، وخطأ كان على اللاعب دانيال جيبولا بهذا التدخل مع اللاعب أحمد عايد، وبطاقة صفراء كانت على اللاعب أشرت من حكم المباراة الدولي أحمد كاظم. الدكتور أحمد كاظم أعطى البطاقة الصفراء على اللاعب دانيال جيبولا. تنفذ هذه الكرة، وهنا الإبعاد تتخلص، لا زالت الخطورة لنادي الكهرباء، لكن هناك عدت مجددا بمحاولة المرور. أمينو عمر يتقدم من أمينو عمر، والإبعاد لا، إبعاد خاطئ، ولكنها لا زالت مستمرة بأقدام البديل. هذا هو مصطفى صلاح باللقطة الماضية. مصطفى باللقطة الماضية بالكرة التي عدت، وتستمر المحاولات ما بين الكهرباء وكذلك القوة الجوية، الفريق الذي يطمح بتحقيق النقاط الثلاثة من خلال مباراة اليوم
لازلنا نتابع أحبتي الأكارم، فهل يتقاسمون نقاط هذه المباراة صقور القوة الجوية والكهرباء، أم تبقى الأفضلية بالتقدم بنتيجة المباراة بهدف دون رد؟ وكذلك كما يسعى صقور القوة الجوية أن يحلقوا بالمباراة بهدف ثاني. نتابع. تصل الكرة الآن بوسط ملعب المباراة، هناك محاولة عدت والإبعاد يأتي تتخلص عند اللاعب إيدر. مقدم تعود من دانيال جيبولا، هناك لدوف آديميلسون دوف، بل وصلت يا آديميلسون دوف، وتستمر ندية هذا اللقاء حتى هذه اللحظات. هناك محاولة عند الحارس وصلت لمحمد صالح. محمد صالح، كل شيء يمضي بندية هذه المباراة، والتقدم ممكن أن يكون عن طريق العماني مرة أخرى، لكن هذه المرة المحاولة لا زالت عن طريق البديل للحارث حاتم بتصويبه من الحارث حاتم. أمينو عمر، هي الكرة إلى الحارث حاتم، والحارث سدد بقوة. شاهد أمينو عمر الذي سدد بقوة، والكرة التي غادرت أرضية ملعب المباراة. لا زلنا نتابع أحبتي، لا زلنا نشاهد، كل شيء يمضي بندية هذه المباراة، والتقدم بالهدف الوحيد حتى هذه اللحظات. انتشار واضح، إبعاد، سيطرة حتى الآن من خلال مجريات هذا اللقاء. نعم، والنتيجة على حالها بهدف وحيد، بهدف التقدم عن طريق العماني عصام الصبح. وصلت الكرة بالوسط، روبن إكوا لحسين نعيم، انتشار من حسين جاسم، يحاول التقدم حسين بنقلة سريعة. هنا المرور، هنا العبور والإبعاد من رمضان صديق. أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب اللاعب البديل رمضان الذي اشترك بدلا من اللاعب مجتبى محسن، والكرة التي غادرت أرضية ملعب المباراة وبعدت من هذا اللاعب المدافع رمضان صديق الذي لعب لزاخو والحدود وانتقل للقوة الجوية. لكن هنا العبور مرة أخرى، هناك محاولة من مهند أبو طه، مهند الذي يحاول أن يتقدم، بل وعاد الكرة إلى اللاعب دانيال جيبولا مرة أخرى. هي وصلت الآن بتمريرة إيدر، مقدم إلى رمضان أعاد الكرة رمضان إلى إيدر، والاعتماد على هجمات اللاعب نهاد محمد. هل يعيد الأمل إلى الكهرباء؟ فهل يعود بالكهرباء أنوارها وينور أجواء المباراة بهدف تعادل، ويكون هناك بصيص أمل من أجل أن يعود الفريق إلى سكة النتائج الإيجابية، أم تبقى جراحات تنزف بهدر النقاط؟ لكن أمام القوة الجوية، الفريق المنتشي بالانتصارات، والفريق الذي يطمح بأن يكون دائما سقف عالي وأن يصل بسلم الترتيب إلى المراكز المتقدمة. هذا في حال إذا حقق النقاط الثلاثة من خلال هذه المباراة، سيكون الفارق بين المتصدر نقطة واحدة، بينما بين القرمة نقطة واحدة. سيكون خلال هذه الجولة، خلال مباراة اليوم، ولا زلنا نتابع ونشاهد أكيد المباراة القادمة. القوة الجوية سيواجه نادي الموصل هناك بملعب كهوك، بينما الكهرباء الذي سيواجه نفط ميسان. سلامة اللاعب، سلامة يا كابتن. أكيد نفط ميسان الذي خسر مباراته أمام الشرطة سيواجه الكهرباء بأرضه من أجل التعويض، وكذلك النفط الذي سيواجه الزوراء. أيضا زاخو سيواجه الميناء بملعب زاخو، وأيضا بملعب النجف الذي سيحتضن المباراة القاسم والهوك. بينما المباريات الخمسة الأولى أيضا من الجولة 16 ستكون مباراة أمانة بغداد أمام أربيل.
هنا بهذا الملعب، الملعب الراحل الكابتن شرار حيدر، وملعب نوروز الذي سيحتضن مواجهة نوروز وديالى. سلامة اللاعب، سلامة يا كابتن أحمد الذي تعرض للإصابة. الآن ترك أرضية ملعب المباراة على ما يبدو. سيشرك الآن اللاعب علي مهدي في هذه اللحظات، وغادر أحمد عايد وحسين جاسم. أمير أياد اشترك اللاعب القادم من نادي الغراف وعلي مهدي. تابع ونشاهد أحبتي حسين جاسم وأحمد عايد اللي غادروا أرضية ملعب المباراة. أمير أياد اللاعب اللي يمثل الغراف والنادي الفهد، بعد أن أشرك اللاعب علي مهدي القادم من القرمة، لاعب أيضا للطلبة ونفط البصرة والشرطة. بالوسط من المحاولة تستمر، عادت بوسط ملعب المباراة تقدم بهدف لا شيء. تستمر ندية هذا اللقاء بانتشار لاعبي الفريقين. القوة الجوية يريد مضاعفة نتيجة المباراة وأن يحقق 3 نقاط، بينما الكهرباء رغم النقص العددي فهو لا زال يدافع ويعتمد على اسلوب الهجمات المرتدة السريعة. هنا الكرة من محمد جواد، قطعت يا محمد، وعلي مهدي حاول اللقطة الماضية مضت والتقدم مستمر. هنا العبور، هنا المرور السريع لنادي الكهرباء، ولكن انقطعت الكرة باللقطة الماضية. تعادت أخرى تستمر وسريع الآن. عصام من الجهة اليسرى يتقدم، عصام للأمام بل انقطعت، وروبن الذي تراجع الخلف. روبن اكوى الغالي باللقطة الماضية، هذه وصلت هناك بمحاولة سريعة لكن تنقطع والإبعاد يأتي. حتى الآن هناك راية من المساعد وخطأ باللقطة الماضية، خطأ باللقطة الماضية على اللاعب البديل أمير أياد. الأخطاء مرفوضة خصوصا بهذه الدقائق الحرجة يا أمير، وفريقك متأخر بهدف، والدقائق لا زالت تداهم مجريات المباراة وما تبقي من أحداث اللقاء. عصام الصبحي أيضا يترك أرضية الملعب، صاحب الهدف الوحيد، وأحمد صبري، نعم أحمد صبري بدلا من عصام بهذه الدقائق المتبقية. عدت وللأمام سريعة هذه الكرة بتمريرة روبن بالوسط، يعيدها روبن لسجاد خليل، من سجاد خليل والتقدم يا سجاد، مرت وللأمام أبعدت، محاولة تخلصت يا سجاد وأبعدت من اللاعب إيدر مقدم. خلص الكرة الماضية إيدار مقدم، تستمر بهذا التقدم. هنا الكرة لعبت من مهدي، هذه المرة من علي مهدي يلعبها وتصل هناك بتمريرة صافرة وخطأ. صافرة حكم المباراة تشير لوجود خطأ، بعد ذلك التدخل وصافرة، نعم كان الخطأ حاضر، وأيضا صافرة حكم المباراة حاضرة. تعود بالوسط، انتشار هذه اللقطة والإبعاد مرة أخرى. تابع هنا من يسعى للتقدم عن طريق البديل أحمد صبري، لكن بعد أن مضت كرة، بعد أن غادرت حتى الآن وهم لا زالوا يحاولون الوصول. أحمد صبري
وبعد التدخل من سجاد خليل في هذه اللقطة كان هناك دخول مباشر على قدم اللاعب سجاد خليل باللقطة الماضية. أم ماذا هناك؟ حاول أن يصل إلى الكرة لكن سجاد على ما يبدو هو من بدأ بمد قدمه والكرة غادرت أرضية الملعب. هنا الركنية الآن الدقيقة 88 ركنية لنادي القوة الجوية تنفذ من محمد جواد. يا محمد جواد عاد بالقوة، عاد بالقوة، عاد محمد جواد براسية أسكنها شباك الكهرباء ليقطع أمل الكهرباء ويحلق بصقور القوة الجوية بهدف ثاني بالمباراة. محمد جواد مرة أخرى يسجل الهدف الثاني في المباراة لنادي القوة الجوية من البديل، يعلن عن الهدف الجميل من البديل، أعلن عن الهدف الجميل محمد جواد براسية خادعت الجميع ووصلت للزاوية البعيدة. البديل يعطي للبديل وقال له سجل هدف جميل يا محمد جواد من أحمد صبري إلى رأسية محمد جواد التي أسكنها الشباك وزارت شباك الكهرباء. نعم، عمقت جراحات الكهرباء، أطفأت إنارة الكهرباء بهدف ثاني في المباراة وأعلن عن رابع أهداف هذا الموسم محمد جواد مع القوة الجوية بعدما سجل في شباك الزوراء والغراف والنجف. البديل الآن يسجل في شباك الكهرباء الهدف الثاني في المباراة والرابع الشخصي لهذا اللاعب. إذن 2-0. خلاص الهدف الأول كان بصناعة كويتية وتسجيل عماني، لكن هذا الهدف الثاني للقوة الجوية بصناعة وتسجيل خالص عراقي. نعم، الصناعة كانت من تنفيذ الكرة الثابتة من أحمد صبري وراسية محمد جواد التي أسكنها شباك الكهرباء بهدف ثاني في المباراة بعد أن وصلت وعادت مرة أخرى 4 دقائق كوقت إضافي لنهاية أحداث المباراة وتقدم نادي القوة الجوية بهدفين دون رد. لا زلنا نتابع، لا زلنا نشاهد بهذه الدقائق. نعم، هل ينجح الكهرباء ويقلص من نتيجة المباراة؟ كل شيء ممكن في كرة القدم، وكما ذكرت أن تعطي لكرة القدم تعطيك، والقوة الجوية أعطاها منذ اللحظات الأولى، منذ هدف الحارث حاتم، الهدف الذي ألغي بسبب الخطأ الذي ارتكبه اللاعب محمد سامي، لكن لا زالت الأمور مستمرة. بعد ذلك في الدقيقة 14 الله، هنا التصدي، هنا التسديدة القوية. نعم، كانت للكهرباء أن تعيد الأمل وكادت أن تكون في المرمى، لكن التصدي من محمد صالح باللقطة الماضية كادت أن تقلص نتيجة المباراة، ولكن بتلك الكرة التي تصدى لها الحارس محمد صالح شاهد هذه الكرة وبهذه الرعاية. بعد ذلك التدخل باللقطة الماضية. لازلنا نتابع، هذا هو التصدي للحارس محمد صالح. ولا زلنا نشاهد حتى الآن. يلا يا محمد، فكل شيء يمضي. إذن تغيير آخر، محمد صالح يشترك الآن وسعد عبد الأمير يغادر أرضية ملعب المباراة. وصلت في منتصف الملعب والأمور مستمرة حتى هذه اللحظات بتقدم
القوة الجوية بهدفين مقابل لا شيء. من جديد هناك نقلة سريعة إلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية ملعب المباراة. حتى هذه اللحظات يحاولون الكهرباء بأن يقلصوا نتيجة المباراة، لكن بهذا التقدم بهدفين دون رد هذا يعطي الأفضلية لنادي القوة الجوية، ويمنح القوة الجوية المركز الثاني بسلم الترتيب بعد نادي القرمة الذي أصبح في صدارة الترتيب لدورنا ب 32 نقطة، ويليه القوة الجوية ب 31 نقطة. نعم، وأربيل الذي كان بالإمكان أن ينتصر في المباراة الأخيرة لكنه تعادل أمام الكرخ بهدف لمثله، وقبلها خسر مباراتين متتاليتين، واحدة أمام الزوراء وأخرى كانت أمام الطلبة، وتعادل أمام الكرخ. أوقفت مسيرة انتصارات أربيل وأصبح في صدارة الترتيب صقور الغربية. إذن الصقور في صدارة الترتيب. نعم، صقور الغربية وصقور القوة الجوية. مبروك 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 لنادي القوة الجوية بهذا الفوز بهدفين. نعم، الذي ارتفع رصيده للنقطة 31 وأصبح في المركز الثاني من سلم الترتيب لدوري نجوم العراق. هارد لك لنادي الكهرباء، ونتمنى أن يعود في المباريات القادمة وأن يصحح المسار ويحظى بالنتائج الإيجابية التي تعيد إلى سكة الانتصارات والنتائج الإيجابية. شكرا للفريقين، قدما مباراة جميلة، على أمل أن نلتقيكم في يوم آخر ومباراة أخرى. تقبلوا تحياتي معلق المباراة حسين الساعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.